السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم بإذن الله يجعلكم بخير يا رب. بصوا حبايب قلبي، النهاردة بقى بصوا ايه اللي في ايدي دوت. بصوا هوريكم ايه. طبعا في ناس اسكندرانية هتعرف انا بعمل ايه. ده يخطبوط، وان شاء الله جمبري كده واكلة جميلة. طبعا كنت شايلها رمضان، بس الحمد لله برضو هي سطرت. بصيت لقيت التليفون جاني كده وقالوا لي احنا جايين نتغدوا عندك. قلت اهلا بيكم. وطبعا فكرت، رحت قلت ايه اعمل، طبعا اكله ايه اسكندراني كده جميله. فتابعوني وهيبقى فيديو جميل وسهل وبسيط ان شاء الله. بصوا حبايبي، بصوا انا بعمل ايه، بسلخه ازاي. بفتحها كده، وبعدين ابص الاقي ايه. عارفين سمك موسى اللي هو بيتسلخ ده، هو شبهه شويه في السليخ يعني. هو بصي جلده كده بتتسلخ، وفيها ثلاث حاجات يعني ايه دلوقتي هوريكم. في العيون، وفي وفي كده بصوا عبارة عن زي معدة، زي حاجات كده من جوه. وهو بص هفتحها اهي. بصوا اوريكم ايه. بصوا في واحدة اهي اتنضفت جميلة ازاي، بصوا بيضة زي القشطة. ده لسه كمان. بصوا بفتحها بسيط كده عشان ما افتحش الحاجة اللي جواها. واهو بص بطلع الكمية دي كلها اللي من جوه، دي مش مستحبة تتاكل. في سبيل ايه، طبعا دي معدة وحاجات طبعا كده، اشياء كده ومصارين وحاجات كده. وبصوا سلختها، بصوا ازاي مش بقطعها بقى، بنزل بيها على تحت كده لغايه ما ايه بشيل منها اكبر كميه. بصوا بصوا جميله ازاي، اتسلخت معايا بسرعه ازاي. وطبعا الرجول دي طبعا واحده واحده كده، اللي هي ايه الدلاجيل اللي نازله دي كده تنضفيها كويس قوي. بصوا اهو، بصوا بشاور لكم عليها. بصوا بصوا بعملها ازاي بايدي، وكلها سهله وبسيطه، وبتنزل تحت الميه كلها بتتسلخ معاكي، بتنضفيها كده. وبيبقى ابيض كده عامل زي السبيت. هو بصوا فيه 3 حاجات، في اللي هو الصنف اللي في ايدي دوت اللي هو اليخطبوط، وفي اللي هو السبيت، وفي الكاريماري. فدول 3 كده يشبهوا البعض في الطعم يعني وكده، بس كل حاجة ليها طبعا ايه حاجات سبحان الله يعني، ليها يعني ليها طعم تاني يعني. بصوا حبايبي، بصوا الحتة اللي انا بقول لكم عليها دي اول واحدة اهي. بتطلع منها بذرة كده، وفي حاجة مدورة كده فيها، بشيلها وبطلعها اهي. بصوا هوريها لكم اهي. بصوا اهي البذرتين دول اهم طلعتهم. وبشيل كده بقور الحتة دي كده ونضفها. وبعد كده باجي بقى على العينين. او بصوا فتحتها ازاي دي، واسحب كل المعدة والحاجات دي كلها. وبصوا في حاجة تبقى مدورة كده ما تفتحهاش خالص، عشان دي طبعا ايه ما اعرفش بقى المعدة ولا ايه اللي هي تحت الاكل بتاعهم. اهي دي كده تترمى خالص. اهي بصوا ما تتفتحش خالص دي. وبعد كده بتبتدي بقى تسلخيه اهو. بصي وتنزلي بيها كده. بصوا بصوا اتسلخت بسرعة ازاي، سهلة وبسيطة ان شاء الله. فتابعوني كده وهيبقى بإذن الله أكلة جميلة بإذن الله. هي طاجين زيها زي السبيت بالظبط، وزي الكاليماري. طبعا الكاليماري بيتعمل نوعين، نوع بيتعمل طاجين، ونوع بيتعمل بيتحشى بقى. ممكن تعملي خلطة ومش عارفة ايه وكده، وتحشيها رز وحاجات من دي. بصوا حبايبي اهو، بصوا طلعت دي. وبعد كده هبتدي امسك العيون بقى ادور عليها اهي واشيلها. طبعا انا خليته بصوا قشطة 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 طبعا، وتغسلي بقى مرة واتنين وتلاتة. واهي بصوا حبايبي، بالنسبة للجمبري برضو اهي بطلع اللي هو الايه الحبل الرملي. بصوا اهي، بصوا بتسحب معايا ازاي بالخلة دي كده، وتبتدي تسحبيه. بصوا ازاي اهي. بصوا حبايبي اهي. طبعا في واحدة كنت مثلا اهي، بصوا طلعتها ازاي اهي. تفضلي وراها كده بتطلع. بصوا حبل كده رفيع، بس ده كله رمل على فكرة. وكل ما الجمبري بيكبر، كل ما الحبل الرملي بيبقى معاكي سهل في تطليعه يعني. بس طبعا بقص شنباته وحاجات دي كلها. فده سهل وبسيط في تنظيفه جدا بقى. بصوا بس بيطلع بسهولة جدا. طبعا يا حبايبي كلكم اكيد عارفينه طبعا، بس انا بتكلم على اللي هم بقى العرايس الجداد والحاجات دي كلها، اللي لسه ما يعرفوش الدنيا دي ماشيه ازاي. دي بقى بتقرش في الاكل وحاجات مش مستحبه خالص. اهو ببتدي برضو اقص بقى اللي هو بص بعد ما اتغسل بقى ايه، ملح وخل وليمون ودقيق وكذا فم طبعا. وكل حاجه بتبقى ليها مرحله يعني. مثلا الاول بغسله بملح واشطفه مرتين ومش عارفه ايه، وبعد كده احط بقى محلول دقيق مع ليمون مع شويه دقيق، لغايه ما بصوا ابيض وزي القشطه كده. بصوا حبايبي، وبعدين ببتدي اهو بص اقصقصه ازاي كده.
وطبعا المفروض تكبريها شويه في سبيل هو برضو بينزل ميه في السوا، فالحته الكبيره بتصغر يعني. بس طبعا اكله فظيع والله على الرز. طبعا الرز ان شاء الله هعمله بالجمبري معاكم، وتابعوني هيبقى جميل جدا ان شاء الله. بصوا حبايبي، انا طبعا ايدي واخده عليه، ف بعمله معاكم. بصوا ازاي اهو بعد التنظيف بيبقى جميل قوي. بصوا حبايبي، ابتدي اخرط له بقى البصل، واهو بصوا. طبعا البصل اللي من دول ايه سايق دلاله شويه، جه قبل رمضان وغلا غليان جامد قوي يعني، دلوقتي ب15 جنيه وب12 بالعافيه. يلا ربنا يسهل لنا الحال كده من عنده يا رب. طبعا الاكله دي واخده مني بصل كتير بقى، رز ببصل وطاجين ببصل والجمبري برضو بتحط له بصل، بس يلا مش خساره في الاكله الجميله دي. بصوا حبايبي، هروح اشطف البصل ده وجيت اهو. هبتدي اهو اخرطه معاكم اهو. وطبعا الاسهل اللي انا اخرطه بالسكينه الصغيره عشان هي مشرشره وحاميه معايا. هبتدي بصوا، هبتدي اعمله اصلا بالسكينه الصغيره. طبعا بتخرطي كميه البصل اللي انت عايزاها، وتحمير عادي زي اي تحمير. تابعوني ان شاء الله هيبقى فيديو جميل. والله انا بالنسبه لي والله يعني بالهنا والشفا على اللي اكل كده واللي نصيب في حاجه. التليفون والله اللي جاني دوت، بس الحمد لله طول ما الحاجه موجوده في البيت ربنا بيسهل الحال. بصراحه انا كنت ناويه اعمل يعني اكله كده في رمضان وكده، بس ان شاء الله تتعود تاني باكله سمك حلوه برضه. بس الحاجه اللي في البيت اهي برضه ايه بتستره كده. الحمد لله. طبعا يعني بدل ما انزل بقى سوق واشتري واعمل وحاجات كده، الحمد لله كل ده كان سهل عليا المره دي، عشان طبعا متوضب وكده كويس يعني. طبعا نضفته في نفس اليوم اللي انتوا شفتوه فيه، في سبيل اللي انا يعني التليفون مفاجئ وكده، بس الحمد لله الحاجه ايه برضو سهله يعني. بصوا يا حبايبي، كميه البصل اهي خرطتها كده كويس قوي اهو. ابتدي بقى ايه، بصوا ابتدي بقى اروح ايه احمرها. هي كنت طبعا الاكله دي كلها زيت، طبعا ما فيهاش بقى سمنات ولا حاجات دي، ده سمك وكل حاجتنا النهارده بالزيت. يعني هو الزيت ملك الاكله دي المره دي. بصوا حبايبي، هبتدي بقى ايه، نزلت البصل على الزيت اهو، واحط طبعا شويه ملح في سبيل ايه البصل تبقى سهله معايا. طبعا انا بحط دلوقتي ملح قليل، وبعد كده الاكل بظبطه. ده كده الملح ده بس عشان البصله يعني. اهو بصوا بوريكم السبيت ازاي. بصوا حبايبي الجمبري اهو، برضه هبتدي اوضب له الميه طبعا هما النهارده يعني عايزين بصراحه يشربوا شوربه جمبري وكده، فانا عشان كده كترت فيه الميه، عشان ايه عايزين شوربه جمبري. بالهنا والشفا يعني على الاكل. بصوا حبايبي، هبتدي بقى احضر للجمبري اهي بصلايه واحده كده وطماطميه، وطبعا ملح وشطه وكمون. والجمبري حبايبي ما يتسلقش كتير قوي على النار، عشان هو ما ايه يبقى مستكاوي كده، ما يبقاش ما يعني مش مستحب يتحط على النار كتير. او بص بخرج ده البصل دوت بقى للجمبري. اما للسب اللي هو الاخطبوط دوت، انا بالنسبه لي اللي هو الايه البصل خلاص كده كويس. بص يا حبايبي، هبتدي بقى ايه، حطيت شويه شطه وشويه كمون وكده، وهحط شويه ملح. ده كده للجمبري. هي اكله سهله وبسيطه، ما فيهاش حاجه خالص، الطاجين خالص هيتعمل وشويه الجمبري وشويه رز، وهيبقى جميل يعني باذن الله. كل سنه وانتم طيبين كده، ويقعد عليكم الايام بخير، ورمضان ان شاء الله كريم علينا وعليكم باذن الله. بس حبايبي بحط بس 3 كوبايات ميه صغيرين كده، في سبيل ايه الجمبري يبقى فيه شوربه شويه. كده بقى انا بخرط اهو بصل لايه بقى، للرز ان شاء الله.
وبرده كان عندي شويه سمك بولتي كده منضفاهم وكده وهعملهم بقى بالثوم والخل زي اللي انا كنت عاملاه قبل كده. ابصوا الجمبري اهو. بس حبايبي اهو البصل دلوقتي اتعمل معايا. هبتدي بس انزل بكيس الطماطم. طبعا انا كنت مسبكه الطماطم دي وشايلاها فنفعت برضو. لا ما نزلتش جبت حاجه بصراحه، كله كان موجود. ده كده بحط بقى زيت للرز ابو بصل. ما هو المره دي بقى الاكله دي كده ملكه البصل. يلا يلا قولي اللي متابعينا. يا رب تكونوا بخير. يا رب تكونوا بخير. يلا قولي يا روجي. يا لوجي. ماشي يا لوجا. قولي ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا اشتراك للقناة عشان ايه يوصلكوا كل جديد. و... وتابعوني بقى. بصوا دلوقتي كمان عملت دلوقتي ان شاء الله الكرفس اهو خرطته برضو ان شاء الله للطاجين دوت. طبعا اللي هو اي طاجن بيتعمل بيتحط له كرفس بيبقى ريحته جميله بالذات الاسماك. ماشي يا لوج. تعالي كلمي حبايبك يلا. لا ليه؟ ماشيه. بتقولي انا ماشيه. طب رايحه فين يا لوج؟ رايحه باي. طب هتروحي تجيبي لي ايه؟ يلا روحي هاتيلي عيش يلا. كل ما اقول لها هتجيبي لي ايه يا لوجة تقول لها هجيب لك عيش. بصوا حبايبي دلوقتي ده قرن فلفل احمر كده بقطعه في الطاجن بس اللي انا هعمله عشان تبقى حرشه وجميله. وطبعا ده اختياري يعني اللي يحبه يعمله. وخرطت كام طماطميه كده حطيتهم عليها اهو. بصي يتسبكوا كويس وهنزل عليهم ان شاء الله بالتخدبوت كده اهو. بصوا هنزل عليهم بصوا ازاي اهو. على فكره ما حطيتلوش ميه خالص وهو يا دوبك نزل ميته واستوى فيها. يعني يا دوبك الطماطم المتخرطه وقرن الفلفل الاحمر وابتدى بس حطيته وهينزل ميته هيبقى جميل جدا. وشويه بس يسخن كده ويغلي بس احط له حته تومانيه بقى هتبقى ريحتها جميله. وشويه كزبره ناشفين وشويه كمون. حتى بصوا لو تلاحظوا انا بعمل الكزبره طازه اهي. بطلع منها الرطوبه اهو. هضربها في الخلاط ان شاء الله في الكبه اللي عندي في سبيل تبقى ريحتها جميله وطازه. بصراحه ما كانش عندي. كنت جايبه حاجات رمضان فقلت خلاص بقى اللي انا ايه اعملها طازه كده تخلي ريحه الاكل جميله. ما بحبش اجيب الحاجه ناعمه بصراحه من عند العطار وكده. اجيبها وانقيها واطلع الرطوبه منها واطحنها في الخلاط بقى فتبقى جميله. بصوا الميه نزلت قد ايه بقى. بصوا هي بدول كده شويه الكزبره اهو. وشويه فلفل اسود كده وقفلت عليه بقى خالص. بصوا ده الجمبري بقى اللي هو متقشر ده جايباه كده من عند فتح الله ويعني متنضف ومتقشر. طبعا برضو غسلته بملح ودقيق وليمون وصفيته بمصفى عشان طبعا ما يجريش مني من الميه ويقع وكده. وشطفته كذا مره. وخلاص كده بقى احطه على البصله كده ياخد بس ايه تشويحه صغيره خالص طبعا عشان الجمبري ما بياخدش وقت في السوا. بس هو والله ده ربع كيلو بصراحه. بس خلى الرز تحفه بصراحه. البصل بقى عشان احمر اداني لون غامق كده. واول ما حطيت الميه بصوا بقى لونه فاتح. بس هو الرز ابو جمبري لما يبقى لونه فاتح بصراحه بيبقى طعمه حلو. وتحطي له بقى ملح وفلفل اسود وكده بيبقى جميل جدا. بصوا حبايبي بشوفه اهو اتسلق ولا لا. اه خلاص كده بصوا. حتى رضينا بتقولي وريني كده. قلت لها بصي يا رضينا شوفولي. بس هجيب الطاجن بقى دلوقتي احط له بس شويه ملح واظبط ملحه.
بعد كده بقى ايه راح احطها في الفرن. اهو بصوا شفت الملح بتاعه متظبط خالص خلاص. اهو بص الطاجين، اهو بص الطاجن اهو قلبته كده اهو. بصوا حبايبي في قلب الطاجن ازاي. يكمل بقى تشميعه في الفرن كده وياخد له سوا شويه. وما بتحطوش على الشبكه على طول، انت بتحطيه على على الصاج على طول اللي هو من تحت في سبيل يغلي برضو. عبال بقى ما يتشرب من بعضه كده ويشرب الصلصه، تبص تلاقيه احمر من فوق والله تحفه تحفه جميل جدا. اتمنى تجربوا الطاجين بالمنظر ده روعه. بصوا حبايبي هبتدي بقى ايه اللي انا ايه احمر السمك اللي هو بص هنقل بس حلة الرز وابدر السمك عندي عشان الدقيق بتاعه كان مبلول اهو اتبل مني. فهبتدي بقى احط له بس كفر دقيق كده اهو. بصوا حبايبي لا الحاجة اللي في البيت جميلة والله. انا كان عندي كام سمكة دول بصراحة كانوا زادوا مني وكده ومبدراهم وكده. فرحت مطلعاهم ورحت مزودة دقيق تاني مظبطاهم واتقلوا وكانوا جمال جدا. وعملته بقى بتوم وخل وكده اهو. بص هنزل بقى بشوية الرز اللي انا عاملاهم. بس الرز تحفة بصراحة. بحاول انقلهم بقى على العين اللي هي بعيدة شوية كده عشان اقلي بس شوية السمك. خلاص انا ابتديت اشطب يعني الاكلة سهلة وبسيطة جدا يعني. يلا يلا جيت علي كلمي حبايبك. هتقولي لهم ايه؟ يلا تعالي. بصوا حبايبي السمك كده اما بيتقطع كده بالطريقة دي بيبقى عامل زي الجزل، بيبقى جميل جدا. بصوا حبايبي هبتدي بقى ايه احط حتة تومة صغيرة وقرن فلفل احمر وشوية كزبرة اهو وشوية كمون. وابتدي بقى ايه اعمل الخل بتاع السمك بقى. بصي يا حبايبي بتوقفي السمكة كده على السيف بتاعها اللي انتي مقطعاها بتبقى شبه الجزل بالظبط. بس طلع بس بقول لكم تحفة تحفة شكله وطعمه فظيع. لا عجب الناس قوي بصراحة اللي كانت موجودة بإذن الله. بصوا يا حبايبي بعمل شوية طحينة اهو. بصوا الجمبري اهو طلع والطاجن جميل جدا والرز والجمبري. لا أكلة جميلة وشوية الشوربة حلوين طبعا وأكلة يعني. لا لا ما شاء الله جربوها بس هتعجبكم قوي. بصوا لوجي على طول دي دايسة معايا بصوا في الفيديوهات ازاي. لا بتحب تفضل تقول لكم اعملوا لايك فما تكسفوهاش بقى. ورجي معاها بنت بنتي. بصوا حبايبي اهو دلوقتي كده بصوا الأكلة بقت جميلة ازاي. ان شاء الله اشوفكم كده ايه في فيديو جديد. وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من تيتا حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.